بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين العلي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم الأستاذ مجد عفيفي كما عودتكم في واحد من ملخصات دروس الصف الأول المتوسط، درس أخلاق الخلفاء الراشدين، أخلاقهم وخلافتهم. درسنا اليوم حيتكلم عن لماذا تميز الخلفاء الراشدين عن غيرهم من الصحابة، ولماذا لقبهم النبي بالراشدين. لقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالراشدين لقبهم النبي بالراشدين لما لهم من فضائل وصفات، فضائل يعني صفات عظيمة، منها لازموا، شهدوا، سبقوا، من دائما عودتكم على الكلمات المفتاحية تساعدك على فهم الجملة. والآن مع الطالب البطل فارس الفرسان حمد العمري. تفضل يا حمد، ما هي فضائل الخلفاء الراشدين الخمسة؟ لازم الرسول صلى الله عليه وسلم، شهدوا الغزوات، سبقوا إلى الإسلام، من العشرة المبشرين بالجنة، من أعلم الصحابة. بارك الله فيك. شهدوا مع النبي جميع غزواته، واحنا عارفين الفرق بين الغزوة والسرية. الغزوة هي التي يقودها النبي بنفسه ويحضرها، وكانوا من السباقين في دخول الإسلام، كانوا من أوائل المسلمين ومن أعلم الصحابة في الدين وأمور الإسلام. أبو بكر الصديق كان هو أول خليفة من الخلفاء الراشدين. ما هو معنى كلمة خليفة؟ النبي كان هو حاكم المسلمين، فمن جاء بعده في هذا المنصب أصبح خليفة له في حكم المسلمين. إذن الخليفة هو حاكم المسلمين بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحكم المسلمين من عام 11 إلى عام 13 هجري، يعني حكم المسلمين لمدة عامان. طيب، ما هي فضائل الخليفة أبو بكر الصديق يا حمد؟ أول شهد وصاحب. هذه بعض فضائله التي يعني لا تحصى في حصة واحدة. يلا تفضل اذكرها لنا بصوت عالي. أول من أسلم من الرجال، أول أمير أرسل للحج، شهد جميع الغزوات، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة. ممتاز، بارك الله فيك، يعطيك العافية. كيف تولى أبو بكر الصديق الخلافة رضي الله عنه؟ اجتمع المسلمين في سقيفة بني ساعدة، وبايعوه عامة الناس كأول خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. والآن مع الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين، قوى الله عز وجل بإسلام عمر المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى دخوله في الإسلام لما له من شأن ومكانة وقوة بين أهل مكة، فأعز الله به الإسلام وقوى به المسلمين، وحقق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم طلبه وأمنيته. لقب عمر بن الخطاب بإيش يا حمد؟ بالفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل، فكان من أشد المشركين عداوة للإسلام، ولكنه فرق بين الباطل والشرك والحق، واختار جهة الحق وأعلن إسلامه. هو أول من لقب بأمير المؤمنين، لم يسمى بخليفة ولكن لقب بأميرا للمؤمنين، وهو أول من اتخذ التاريخ الهجري يا حمد. ما كان في تاريخ هجري عند المسلمين، فعمر بن الخطاب هو الذي اقترح على الصحابة رضوان الله عليهم أن يقوم بتقويم خاص بالمسلمين، وبدأ التقويم الهجري بحدث مهم اللي هو الهجرة. طبعا كان هذا مر عليها سنوات وسنوات، فبدأوا بتاريخ رجع يعني من وراء، من الخلف. تمام. كيف تولى الخلافة الخليفة عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه؟ أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة من بعده لعمر بعد أن استشار كبار الصحابة فبايعه الناس. ممتاز، بايعه الناس. حكم المسلمين من عام
13 إلى عام 23 هجري، أي أنه حكم المسلمين لمدة 10 سنوات. وبكده نكون اليوم تكلمنا عن فضائل وصفات أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكيف تولى كلاهما الخلافة. وإن شاء الله الحصة القادمة نتكلم عن الخليفة عثمان بن عفان ذي النورين والخليفة علي بن أبي طالب قاضي المسلمين. ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.